بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. فيسر موقع نور الهدى بالجزائر أن يقدم لكم ضمن إصداراته الصوتية هذه الرسالة، والتي هي بعنوان بدعة الطرائق في الإسلام، للإمام الشيخ العربت بس الجزائري رحمه الله تعالى. وهذا نصها: الأدلة التي تثبت بها الأحكام والأخلاق الدينية: الكتاب إجماعا، والسنة الصحيحة كذلك. والسنة أقواله وأفعاله وإقراره وشمائله صلى الله عليه وسلم. والإجماع بشروطه، ومنها أن يكون له مستند. والقياس بشروطه، ومنها أن يكون حكم الأصل المقيس عليه منصوصا، ومنها أن لا يكون الفرع معارضا بنص. إذا تقرر هذا جزمنا بأن العمدة في دين الله الكتاب والسنة ليس غير. أما الإجماع فقد عاد إليهما باشتراط المستند، وغايته رفع الاحتمالات والأنظار عن دليله. وأما القياس فلا يصار إليه إلا عند الضرورة، وهي عدم النص من كتاب أو سنة. فإن وجد النص منهما أو من أحدهما كان القياس فاسد الاعتبار. وإذا تم القياس فقد قال القائلون به إنه يتضمن دليل المقيس المنصوص بالكتاب أو السنة اللذين هما مصداق قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهي من آخر ما أنزل من القرآن. ومما لا نزاع فيه عند أهل السنة أن العقل أو العادة أو الشهوة لا حكم لها في دين الله المعصوم، وإنما العقل آلة خلقها الله ندرك بها، ولا حجة بحكمه إلا في أصول الدين أي الاعتقادات. ومن المقرر إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. وإن غير المعصوم محكوم بهذه القاعدة بلغت ما بلغت مكانته أو علمه أو صلاحه. ومن المدون في علمي العقائد والسنن أن رد النصوص استهزاء بها أو إيثارا لغيرها عليها كفر. ومن المذكور في علمي الفروع والخلافيات أن ترك السنن وتقليد الرجال بدعة وضلالة. ومن المدون أيضا أن السلف في القرون الثلاثة كانوا يقتدون بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن المذاهب الإسلامية المعتبرة كانوا يتبعون الوارد، وخلافهم في مسائلهم تابع لما بأيديهم من السنن والآثار. وإذا ثبت الحديث فهو مذهب الجميع. وأنه لا يعلم إمام يعرض عن سنة تبينت اتكالا على أن صالحا أو عالما خالفها، فإن أقل ما يقتضي ذلك الفسوق. جعلنا الله ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. وبما أن حزب الإصلاح الديني ليست له غاية شخصية ينشدها أو يترامى من ورائها، وإنما غايته وهمه في هذه الحياة المحافظة على الدين محافظة ترضي صاحب هذه الملة وتحذو حذو السلف الصالح، فإني أقبل كل من بين لي فساد ما ذهبت إليه، وأعده أخا لي ناصحا، وأذكره بقول من قال: رحم الله امرؤا أهدى إلينا عيوبنا، على شريطة أن يرد علي من جنس الأدلة التي تعتمد، ولا يفعل كما فعل بعض المروجين للبضاعة من الاستدلال بأقاويل الرجال. فإن من رام الاعتماد على غلطات الرجال لم يعدم دليلا لأي شنيعة،
وإنما الأدلة التي أخضع إليها وأهتدي بها هي التي تأتي من عصور الحجة. وإذا جاءني بكلام لا يعرف له وجه عند أرباب الصناعة بالأخبار والآثار فإني أعد كلامه ساقطا عن لا يحتاج إلى الرد. وبعون الله سأجعل كل حجة من حجج الطرائق التي اشتهرت بها وذاعت بيننا منفردة ببحث وأقيسها بعصر السلف، فإن وجد لها أصل بينهم قبلناها وعملنا بها وعززناها، وما لم نجد له أصلا في أيامهم ولا عرف بينهم اعتقدنا أنه بدعة محدثة مشمولة بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولترد. ومن نصرها كان له من الوزر مثل أوزار من أحدثها، ومن نصرها كان له من الوزر مثل أوزار من أحدثها، وكان في أمره متبعا غير سبيل المؤمنين وآخذا بغير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بعد هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلا الضلال. الفصل الأول: بدعة تحديد الأذكار لأتباعهم. من البين من عرف الطرائق التي غصت بها الجزائر أنها اشتركت في أمور وامتازت كل واحدة بخواص تجعلها منفصلة عن الباقية تستحق بها اسم طريقة فلان. وقد وضعوا طرائقهم كالشرع الموضوع المتبع، وبنوا هذه الأذكار على أوضاع وهيئات، وألحقوا بها أدعية أحدثها من أسس الطريقة. ومن الشائع الذائع أن هذه الأذكار يعطيها رؤساء الطرائق أو من يقيمونه مقامهم، ويسمى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فيسر موقع نور الهدى بالجزائر أن يقدم لكم ضمن إصداراته الصوتية هذه الرسالة، والتي هي بعنوان بدعة الطرائق في الإسلام، للإمام الشيخ العربت بس الجزائري رحمه الله تعالى. وهذا نصها: الأدلة التي تثبت بها الأحكام والأخلاق الدينية الكتاب إجماعا، والسنة الصحيحة كذلك. والسنة أقواله وأفعاله وإقراره وشمائله صلى الله عليه وسلم. والإجماع بشروطه، ومنها أن يكون له مستند. والقياس بشروطه، ومنها أن يكون حكم الأصل المقيس عليه منصوصا، ومنها أن لا يكون الفرع معارضا بنص. إذا تقرر هذا جزمنا بأن العمدة في دين الله الكتاب والسنة ليس غير. أما الإجماع فقد عاد إليهما باشتراط المستند، وغايته رفع الاحتمالات والأنظار عن دليله. وأما القياس فلا يصار إليه إلا عند الضرورة، وهي عدم النص من كتاب أو سنة. فإن وجد النص منهما أو من أحدهما كان القياس فاسد الاعتبار. وإذا تم القياس فقد قال القائلون به إنه يتضمن دليل المقيس المنصوص بالكتاب أو السنة اللذين هما مصداق قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.